إنه هيختار واحدة منهم علشان تؤدي دور كلارا في عرض كسرة البندق اللي هيتقدم في احتفالية رأس السنة مع النجمة روزيتا. وفي آخر اليوم بيقول لهم إن كل البنات عندهم الفرصة في الانضمام، لأنهم كلهم اشتغلوا واجتهدوا وعندهم الموهبة ما عدا هي. بيكون شايفها مستواها قليل جدا وما عندهاش أي موهبة، وبينبه عليهم إن من بكرة هتبدأ مرحلة الاختيار. وبعدها بتروح فيليسي وبتقابل فيكتور عند الجسر زي ما اتفقوا، وبتوريله فيليسي علبة الموسيقى بتاعتها اللي اتكسرت علشان لو يقدر يصلحها. فبياخدها فيكتور وبيقول لها إنه هيحاول يعمل كل اللي يقدر عليه، وبيقول لها إنه خلاص هيبقى مخترع كبير، وإنها غيرانة منه علشان هو حقق حلمه في يوم واحد. وبيعرفها إنه لقى شغل مع الشخص اللي بنى برج إيفل، وبيحكي لها عن اللي حصل له اليوم اللي فات، وبيقول لها إنه مازال شغال على مشروع الطيران بتاعه. فبتقول له إنها كمان حققت إنجاز وبقت طالبة في دار الأوبرا، وهتبقى باليرينا كبيرة في باريس. بس هو بيتريق عليها وبيقول لها إنها ما بتعرفش تكدب، لأن كل مرة بتكدب مناخيرها بتترعش.